سواء في الملعب او بره الملعب. مساء الخير يا كابتن محمد. مساء الخير يا كابتن وليد. تحيات الكابتن اسامه عرابي والكابتن هشام حنفي ليك. سلمني على الكابتن اسامه كتير، كابتننا، والكابتن هشام طبعا. اهلا وسهلا. كابتن محمد، شايف المباراه النهارده ازاي في ظل ان النادي المصري كان متقدم وضيعته فوز سهل جدا الشوط الاول وانقلب الحال تماما الشوط الثاني ويتعادل نادي الانتاج الحربي وكمان كان ممكن يكسب؟ والله يا كابتن، يعني هي كانت مباراه صعبه من البدايه، مباراه صعبه، لكن احنا الحمد لله استحوذنا على مجمل فترات المباراه. اعتقد في 90 دقيقه يمكن، الا ان احنا بس المستوى هبط في النص الثاني من الشوط الثاني. لكن احنا الشوط الاولاني احنا مضيعين فرص كتير، وطبعا اللي معروف اللي بيضيع فرص كتير ده ما بيحصدش اللي هو عايزه. احنا ضيعنا كتير قوي الشوط الاولاني، سواء مؤمن او عبد الله الشريف. لكن الحمد لله على الاداء والنتيجه. كان زي ما حضرتك بتقول كنا ممكن نطلع خسرانين المباراه، لكن ان شاء الله احنا عندنا مشكله برضو ان احنا التجانس والانسجام لسه ما حصلش بالوجه الامثل. احنا تقريبا يعني انسجام وصل لغايه 70%، لكن ان شاء الله الفترات اللي جايه هيحصل انسجام اكتر بالفرقه. كابتن محمد، كلنا هنا اتفقنا في الاستوديو ان التغييرات اتاخرت شويه، يعني خصوصا الدفع بمحمود عبد الحكيم او خليفه متهيألي كانت متاخره شويه في الدقيقه 82 وفي الدقيقه 86 متهيألي فيها تاخير شويه. والله يا كابتن وليد، انت الجيم لو كانت 1-0 والتغييرات حصلت في نفس التوقيت كنا هنقول ان الماتش عادي، يعني ما فيش تغييرات اتاخرت. لكن احنا الفرقه كانت ماشيه كويس. الشوط الاولاني كنا ماشيين كويس جدا، احنا اللي مستحوذين اكتر. اعتقد فرقه الانتاج راحت بكوره او كورتين، هم دول اللي كانوا عملوا مشكله بالنسبه لنا، منهم جون. فطبعا انت الفرقه ماشيه كويس الحمد لله، اللعيبه مأديه اللي عليها في الفتره دي. اخرنا التغييرات لان احنا متقدمين، والفرقه ما فيش حد اشتكى من حاجه، والاسلوب ماشي كويس. لكن احنا غيرنا لما حصل اجهاد شويه المؤمن، حصل اجهاد شويه لايهاب، فكان التغييرات يعني مش متاخره. لكن الجيم لو خلص 1-0 كان خلاص. عايز اقول لك ان انا معايا طبعا التقرير والتحليل الخاص بالمباراه. انتوا محمد فيليكس احرز الهدف في الدقيقه 71، فكان اول تغيير ليك في الدقيقه 76 بنزول حسام حسن مكان مؤمن زكريا. كنت عايز ايه من التغيير ده؟ التغيير ده احنا افتقدنا نص الملعب شويه، لان فرقه الانتاج اشتغلت ب 4-4-2، فافتقدنا نص الملعب شويه، فحاولنا ندفع بحسام ان هو يملى لنا نص الملعب مع زياده توبه في الناحيه الهجوميه. حسام بيميل للناحيه الهجوميه شويه بثبات ايمن في نص الملعب، فحاولنا ننشط نص ملعبنا بحسام حسن لانه عنده جهد كويس حسام، ولاعيب كويس ولاعيب واعد. فحاولنا ان احنا نملى نص الملعب بحسام بزياده مع احمد مجدي، لكن ربنا اراد ان احنا نتعادل. تمام. رد عليك الكابتن كمال عثمان ونزل كوابينا يارو، بقى كوابينا يارو وعبد الرحمن علي وفيليكس بيلعبوا مهاجمين. في الجانب الاخر انت رديت بمحمود عبد الحكيم بدل توبه، لكن في الدقيقه 82 بالظبط. هو كان يعني بعد ما هم احرزوا الهدف بحوالي 8 دقائق عملنا تغيير اللي هو محمود عبد الحكيم، لكن الوقت ما اسعفوش ان احنا نرجع تاني لهجومنا، ولكن ضيعنا برضو وحصل ان احنا هاجمنا. لكن ربنا برضه بقول لك يا كابتن وليد ان ربنا ما ارادش ان احنا نطلع بالثلاث نقاط النهارده. طيب طمنا بقى على الكابتن طلعت يوسف، شفنا رقبه لابسها، طمنا على الحاله الصحيه للكابتن طلعت. الكابتن طلعت والله بيعاني بقاله حوالي 10-12 يوم من فقرات الرقبه، فالحمد لله اخذ حقن ومتابع مع دكتور الحاله بتاعته، لابس رقبه لمده 15 يوم، قدامه كمان اسبوع ولا حاجه بالرقبه دي. ان شاء الله يعني الفتره اللي جايه يتعافى وان شاء الله يبقى بكامل صحته ان شاء الله. كابتن محمد ابراهيم مدرب النادي المصري، شكرا جزيلا.